كل الاهلاويه معانا في قناتنا دي، محدش هيعرف يضحك عليك ولا يحط لك خبر متفبرك. تعال شوف خالد الغندور بيقول ايه عن لوجو النادي الاهلي بطل القارات الثلاثه، وهنشوف الفبركه بعينك دلوقتي على الفيديو. يلا. اتحاد الكرة فوجئنا على اليوم السابع وعلى الوطن وعلى كل مواقع مصر اسمعوا. ان الفيفا بيرفض طلب النادي الاهلي وضع شعار بطولة الثلاث قارات ثلاث قارات على التيشيرت الخاص بيه في الماتشات اللي جاية، سواء في بطولة التحدي او في الانتر كونتيننتال اللي وصل لها او في تمام. كأس العالم للأندية. طب يعني تواصلنا مع اتحاد الكوره، قال لك اتحاد الكوره انا ماليش علاقه بالقصه دي خالص، انا بس احنا عرفنا من بعض اعضاء الاتحاد الدولي ان الاهلي سعى انه يعني يحط شعار الثلاث قارات والاتحاد الدولي رفض. ركزوا، الاهلي سعى انه يحط لوجو او شعار بطل القارات الثلاثه والاتحاد الدولي رفض. اولا دي مش قصه اتحاد دولي، وبعدين القصه دي مع الفيفا كاس القارات الثلاثه. الاتحاد الدولي ما يمتلكش انه يقول او لا، ولكن الفيفا هو اللي يقرر. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا كابتن خالد الغندور، انا النهارده هبين لك ان كل اخبار كلها في شنك، متفبركه كلها من البدايه للنهايه. تعال نشوف راي الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي والتقرير والتصريح اللي قاله، اللي ينفي كل الكلام اللي الناس بتقوله. ونزلوا تيشيرت للاهلي ويقول لك هو ده تيشيرت الاهلي الجديد، اتفرج على تصميم الاهلي الجديد. تعال نشوف خالد مرتجي قال ايه ونرجع مره تانية للفيديو. الموضوع ده فيما بعد كل بيقول له لازم نحط اللوجو بتاع البطوله على التيشيرت بتاع النادي بشكل عام، لكن هذا لم يحدث. لا احنا خاطبنا الفيفا ولا الفيفا رفض ولا قال هننظر في الموضوع ده فيما بعد. كل الكلام ده لا اساس له من الصحه، احنا عارفين كويس قوي ولا في تيشيرت. سمعتوا بودنكم خالد مرتجي يقول الكلمتين دول؟ لا خاطبنا الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولا خاطبنا الفيفا، ولا كلمنا المسؤولين، ولا الاهلي اصلا حابب يحط اللوجو ده على التيشيرت بتاعه. الاهلي ما طلبش يا خالد يا غندور، يا اللي طلعت وقلت لا ده الاهلي طلب والاتحاد الدولي لكرة القدم رفض وقال ان الموضوع مش في ايدينا، الموضوع في ايدي الفيفا. ما تقولش حاجه انت مش متاكد منها. الناس لو انا طلعت وعملت لكم فيديو وقلت لكم ان الاتحاد الدولي رفض، قول لي لا هات لي ما يثبت ذلك. انا جبت لك خالد الغندور بالخبر اللي قاله، وجبت لك الرد بتاع خالد مرتجي على كلام خالد الغندور. طيب نروح بقى للحاجه المهمه جدا اللي كل الناس مستنياها، الفبركه الثانيه. برضه خالد الغندور، حسين الشحات وامام عاشور، اللي امام عاشور بيقول لك ان ادعى الاصابه عشان ما يلعبش في المنتخب. حسام حسن استبعد الثنائي امام عاشور وحسين الشحات وقال لاسباب فنيه، مش قصه ان هو عمل مصاب والكلام ده. دي الحاجه التانيه واللي اهم من ده كله، استبعاد رمضان صبحي. كله عامل ضجه وخربين الدنيا. ليه رمضان صبحي يطلع من قائمه المنتخب؟ ليه؟ اقول لك. امام وحسين وصلاح وكل اغلبيه اللعيبه اللي يعتمد عليهم بشكل اساسي وعايز يجرب لعيبه جديده. وبعدين طاهر محمد طاهر الاداء اللي عمله خلى رمضان صبحي او خلى حسام حسن يعيد النظر في تقييمه لطاهر محمد طاهر. والمباريات اللي جايه الاهلي المنتخب خلاص ضمن التاهل، فمش محتاج انه يضحي باللعيبه، واحد يتصاب في الملعب او يكون فيه نوع من الارهاق للعيبه. فخلاص انا ضمنت التاهل، لكن هجرب شكل جديد، لعيبه جديده، عايز اشوف وجوه جديده. وده حاجه مهمه جدا وحلوه جدا من حسام حسن. على فكره المنتخب هيلعب يوم الجمعه يوم 14 او 15 اللي جاي. طيب طبعا رمضان محمد رمضان والقرارات اللي دب في الاهلي وما بيرحمش. الراجل ده بصراحه 10/10، ومن اول ما دخل الاهلي وحاسس ان في تفاؤل كده وفي امل. النهارده قرر ورسميا زي ما الاستغناء عن خدمات علي معلول، استغناء عن خدمات بيرسي تاو. جود باي بيرسي تاو، لانك اتحطيت في كدر الرحيل من الاهلي. ورضا سليم
طبعا كابتن محمد رمضان الرضا سليم الى الان في مرحله التقييم. تقييم واداء اللاعب هو اللي هيقرر يرحل او يظل متواجد داخل جدار النادي. ده الموضوع بتاع بيرستاو ورضا سليم. رامي ربيعه والاصابه برضو المتفبركه اللي كله قال لك رامي ربيعه مصاب ورامي ربيعه، لا، الدنيا تمام و10 على 10 مفيش اي مشاكل والامور كلها هتمشي بخير. بس تعالوا شوفوا مشكله نادي الزمالك بقى. سيف الدين الجزيري يرفع شكوى على نادي الزمالك لانه ما خدش مستحقاته، وبالتالي نادي الزمالك كل شويه غرقان في ديونه. بدل ما يا استاذ خالد الغندور بتطلع تعمل فيديو وتتكلم عن النادي الاهلي بطل القارات الثلاثه، تعالوا اقول لكم ترتيب النادي الاهلي لشهر اكتوبر. التصنيف للانديه، النادي الاهلي في المركز ال 24. طب نقول 25 الزمالك، 26 27 28 29. الزمالك في المركز 75. يا نهار اسود، يعني الاهلي عايز تلسكوب يشوف بيه نادي الزمالك هو موجود في انهي مركز. طيب الاحصائيه اللي اتعملت عن جمهور النادي الاهلي، خالد الغندور طبعا طلع بإفيه كده قال لك جماهير النادي الاهلي 80 مليون و540 الف. جماهير نادي الزمالك 80 مليون و541 الف. كده نادي الزمالك منتصر على الاهلي في المشجعين. بتهزر حضرتك ولا بتعمل ايه؟ ارحمونا وارحموا عقولنا. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو يا شباب، تشتركوا في القناه عشان اي خبر تحس ان هو متفبرك انا هجيب لك الحقيقه بتاعته على طول. وشكرا جدا لحضراتكم.